مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى مغامرة جديدة من مغامرات الشاطر حسن في أعماق البحار. يا فقاعة يا فقاعة. نعم يا حسن. كلميني عن كائن بحري فريد من نوعه مميز. ممكن أكلمك عن كائن من الثدييات فريد ونادر وجوده، وكان يعتقد اليونانيين في الأساطير إنه حورية البحر. شوقتيني، احكيلي هنتكلم عن مين النهاردة ونشوف مين. بقرة البحر يا حسن، واسمها العلمي خروف البحر أو المانتيا، وأشهر فصائلها ستيلر، وهي من الثدييات البحرية اللي تم انقراضها من زمان. بيشوفوا إن هي بتولد أطفالها وبترضعهم زي البشر. هي قريبة من كائن اسمه الدونغرو، بس بقر البحر غالبا بتحب المية العذبة والدافية، وبتتغذى على النباتات البحرية والأعشاب، وبتحافظ على التوازن البيئي، وبيطلقوا عليها العلماء الكائن الطيب. طب يلا بينا، شوقتيني نتعرف عليها. ازيك يا بقرتي يا بكرورة، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا بيكم. ليه بيقولوا عليكي بقرة البحر وانت عايشة في البحر مش عايشة في مزرعة؟ لأني شكلي يشبه البقر، وجسمي اسطواني، وعندي ديل كبير يشبه المقداف، وجلدي ناعم رمادي. انت فعلا شكلك مختلف جدا عن باقي أسماك البحر. وفوايدي أكتر، لحمي بيحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة مثل حمض اليولينيك الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والشبكية، ويخفف من الالتهابات في جسم الإنسان. كما تشير الدراسات أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان والأوعية والقلب. أنا كمان عارفة الأماكن اللي بتعيشي فيها. بتعيشي في البحر الأحمر دايما حوالين سواحل السودان ومصر وفي مرسى علم. بس للأسف يا حسن أنا مهددة بالانقراض. أنا عارفة السبب طبعا، عشان الناس اللي بترمي البلاستيك في البحر، وبسبب الصيد الجائر والمراكب اللي بتمشي بسرعة جدا بتخبط في الفصيلة بتاعتها للأسف، وبتأذي وبتأدي لوفاتها كمان في أوقات كتيرة جدا. وعشان حركتها بطيئة المراكب بتخبط فيها ومش بتقدر تجري منها. وأنا عايشة على مر العصور يا حسن، وفي القرن ال18 تم العثور على أحد فصائلي يا حسن، وتم اكتشافها سنة 1741 ميلاديا، وبعد 27 سنة بس تم انقراضها سنة 1768، والموجود مني حول العالم نادر جدا. يعني انت متعددة الفصائل؟ مش بالظبط يا حسن، بس أنا في مني 4 فصائل، وأهمها كانت فصيلة ستيلر التي تم انقراضها سنة 1768، وكانت بتتميز بحجمها الضخم ولديها القدرة على التكيف من أجل البقاء في المياه الباردة مع جلدها السميك، بس للأسف انقرضت ولا يوجد منها سوى ذكريات. الحمد لله ان باقي 3 أنواع موجودين وواجبنا نحميهم. الحمد لله ان باقي 3 أنواع موجودين وواجبنا نحميهم. هو ايه صوت الصفير ده يا بقرة البحر؟ ده صوت معدتي يا حسن لما بكون جعانة. وانت بقى بتاكلي سمك؟ لا يا حسن، أنا بتغذى على الأعشاب البحرية. وبتتنفسي ازاي يا بقرة البحر؟ أنا مش بتنفس تحت المية، أنا بطلع على سطح البحر كل من 3 ل5 دقايق عشان أتنفس. واو، أنا سعيد جدا اتعرفت عليك يا بقرة البحر. انت كائن فريد ومميز وفريد من نوعك. وواجب علينا يا أصدقائي إن احنا نحافظ على البحر وعلى الكائنات الحلوة اللي فيه. احمي بحرك تحمي حياة. وبالعلم نغوص بحار ونحلم بأجمل أسرار، وفعلا العلم هو الكنز الحقيقي. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان أول لما ننزل فيديو تبقوا أول ناس تشوفوه. تك 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 حن على الأسماك، وين نعيش بالبحر وين نعيش بالأنهار، بين اللولو والمرجان في من أشكال والوان.